بینەرانی بەڕێز و خۆشەوی سلااوان لەبێ زۆر زۆر خۆشحاڵم جارێکتر بە دیداری و عزیز شادەمم لە پرۆگرامێکی نوێ خۆشەویستانم. ئەم پرۆگرامە بە زمانی عەرەبی دەبێت لەبەرەوەی کە گفتوگۆکەمان بۆ خوشک و براکانمان کە بە زمانی عەرەبی گفتوگۆ دەکەن. لەم پرۆگرامە هەموو جارێک میوانداری کاندیدێک دەکەین و لی دەپرسین بزانین پرۆگرامی خۆی چییە بۆ هەڵبژاردن و پرۆگرامی چییە کاتێک سەر دەکەوێت و دەچێتە پەرلەمانی عێراق. من عاصمة كردستان أربيل الحبيبة نرحب بكم أهلا وسهلا أعزائي وأحبتي في برنامج جديد على قناة كردستان 24. في كل حلقة نستضيف مرشح من حزب معين ونسأله عن برنامجه الانتخابي. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ عمر يحيى الحياني، المرشح رقم 9 في محافظة نينوى على قائمة 275 لحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بك أستاذ العزيز، أتشرف وشكرا على هذه اللقاء وجزيل الشكر. كيف الحال؟ كيف المعنويات؟ والله إن شاء الله المعنويات جيدة إن شاء الله، المعنويات جيدة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هسه احنا قاعدين بأربيل. نعم. الأجواء ما شاء الله صافية. أجواء ربيعية. وأجواء يعني يرد الروح مثل ما تقول. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة على أهالي أربيل وأهالي محافظات إقليم كردستان، ونديم نعمة الأمن والأمان على جميع المحافظات العراقية. ونتمنى أن المحافظات الباقية تحذو حذو محافظات الإقليم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. هاي قبل ما نبتدي اللقاء قلت الجو حلو بس مع الأسف ماكو أمطار، هسه ما شاء الله. ما شاء الله. الرزق من عند الله. هاي بشرة خير إن شاء الله. إن شاء الله، هذه بشرة خير. أستاذ عمر، ليش اختارت حزب الديمقراطي الكردستاني بالذات؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب ليس ذات عام أو عامان، حزب تقريبا عمره أكثر من 80 عام، حزب له رؤية مستقبلية، له يعني باع واسع في تحصيل حقوق المظلومين. الحزب هو صوت الحق. أنا كشخص أنا للعلم أنا منتمي للحزب قبل الترشيح، انتميت لهذا الحزب عن قناعة تامة أن الحزب لا يمثل قومية واحدة أو فئة واحدة، بل يمثل جميع المظلومين، جميع المواطنين، جميع الشعب. يعني اعتقاد حضرتك حزب الديمقراطي الكردستاني يقدر يمثل القوميات والأديان والمذاهب؟ أي نعم، الحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل الجميع، والدليل على ذلك أنا من القومية العربية، أحد المنتمين للحزب وأحد المرشحين للحزب عن محافظة نينوى، وهنالك مرشحين آخرين من قوميات أخرى كالشبك التركمان، اليزيدية، المسيحية الصابئة، الأكراد الفيليين. الحزب يمثل جميع القوميات. هذا اللي أوصى به فخامة الرئيس مسعود بارزاني من قبل تقريبا أسبوع، كان لدينا لقاء وأوصى بأن الحزب للجميع وأن نعمل للجميع دون استثناء دون مسميات. هسه احنا قاعدين بأربيل، انت وربعك تمام، تطلعون بالسيارة بس تفترون تشوفون عرب، كرد، مسيحيين، اخواننا واخواتنا الآشوريين والكلدان، يعني بدنا نعيش بسلام. ليش ما نقدر يعني محافظات الأخرى بعراق يعني تصير نفس هاي التجربة؟ يعني هسه احنا بعراق قاعدين ودا نشوف دا نعيش التجربة. يعني الحمد لله. أربيل هي عاصمة هي محافظة عراقية وعاصمة إقليم كردستان، تضم كل الفئات من كل القوميات، تعايش سلمي موجود بها. في الوقت الحالي محافظة نينوى كذلك، محافظة نينوى موجودة بها كل القوميات الحمد لله. بعد التحرير من هسه من قديم الزمان، من قديم الزمان. جت يعني امور، جت شغلات خارج عن الاراده. يعني هناك اشخاص ما يمثلون فئه معينه، يعني عدد افراد معين ما يمثل مجموعه من الناس. كان هناك افراد خارجين عن الطريق واخذوا جزاءهم وراحوا. يعني يصورون نفسهم يعني
يسوون حملة لنفسهم انهم يمثلون الاكثرية. القوميه الفلانيه او القوميه الفلانيه، لا لا بالعكس. انت اذا تيجي على الواقع الواقع الحقيقي اللي موجود من زاخل حتى يعني من زاخل الفاظ، الشعب العراقي جميعه، جميع الشعب العراقي بكل الفئات متآخي متحاب يعني. والدليل على ذلك هنالك تصاهر بين الكرد والعرب في صحيح. الشمال والجنوب. يعني هسه هاي التجربة اللي صايرة ودا تصير بأربيل يعني من سنين، هاي التعايش السلمي اللي دا تصير بين الأقوام والأديان، نقدر ننقلها للمحافظات الثانية اي مو؟ نعم، شيء اكيد. لا احنا عملنا لازم ننقلها. احنا ليش دائما ناخذ افكار الدول الاخرى؟ ليش ما ناخذ افكارنا احنا؟ اقليم كردستان وضمن العراق، ليش ما احنا نستفاد من خبراتنا الموجوده هنا؟ ليش يعني هنالك اعلاميين يعملون ويروجون الى التعايش السلمي، مساندين. وانا من الناس يعني احب ان يكون هنالك تعايش سلمي في كل بين كل القوميات في جميع المحافظات. ولكن التجربه اللي نحب ننقلها اكثر هي التجربه اللي موجوده حاليا في اربيل ودهوك كاقليم كردستان عامه، ان ننقلها باقي المحافظات. تجربه الاستثمار لخلق فرص، يعني المشاريع، مشاريع استثمار. مشاريع التنمية مثلا، طرق، جسور، هذا اللي دا تصير ليس يعني. ما بس هذه المشاريع. اي. شوف، اقليم كردستان يعني اكو مشاكل بين الحكومه المركزيه وحكومه الاقليم حول الميزانيه. اذا كانت حكومه اقليم كردستان معتمده على الميزانيه ما كان شفنا هذه المشاريع. حكومه اقليم كردستان وحزب الديمقراطي عنده رؤيه بعيده، عنده رؤيه بعيده بذلك. يجلب المستثمرين حتى يخلق اكبر فرص عدد من العمل، يخلق فرص عمل، يخلق رفاهيه في العيش. زين، برأي حضرتك يعني هسه ببغداد احنا نحتاج الوجوه جديدة او عقلية جديدة اللي يؤمن بالفدرالية. ما يعني احنا الكرد يقولون على ان مشكلتهم الاساسية من زمن الملكي وحتى الجمهوري وليه هسه، وزمن صدام وليه هسه، تمام. انه عقلية المركزية، اني من المركز دا احكم دا، لازم انت تسمع كلامي، احنا اللي اني اقوله انت تمشي عليه بالملي. هاي العقلية لازم يتغير. هذا يتغير بالوجوه، اذا تغيرت او يتغير لازم العقلية هي نفسها لا لا، تتغير. التغير، احنا نيجي للدستور العراقي. الدستور العراقي يضمن كل كافة الحقوق كأقليم كمحافظات. في الدستور العراقي مذكور أن الأقليم حكم ذاتي، المحافظات كذا. فإحنا مشكلتنا هسه الدستور ما يطبق. يعني أبسط مثال، الدستور لا يطبق خلينا نحكي مثل محافظة نينوى. يعني كثير يقولون خدمات قدمت لمحافظة نينوى من مجسر، من شارع، من طريق. صح، هذا إنجاز ونشكر كل من ساهم في ذلك، لكن هذا مو منا، هذا واجب على الحكومة أن توفره. دستور ينص أنه حق بتوفير سبل عيش للمواطن، حق في الصحة، حق في التعليم. هذا حق، يعني هذا مو منة انه واحد سوى انجاز معين، هذا الدستور ذاكره. حضرتك محامي نعم. ودارس القانون وعندك خبرة بالدستور العراقي. تمام. إذا تطبق دستور العراقي مثل ما هي، تتصور أنه يبقى بمشكلة بعراق؟ إذا طبق الدستور العراقي بحذافيره في جميع نقاطه سنكون من دول المتقدمة جدا. زين، إذا يطوق صوتهم وتطلع على المجلس، راح تشتغل على تطبيق الدستور؟ أنا شاب وعانيت كثير، حالي حال جميع الشباب اللي درس، اللي اجتهد على نفسه، اللي عمل، اللي حاول يخلق له فرصة، بس بهالبلد ما تاحت له فرصة. اكو اشخاص جته فرصة تاحت، واكو اشخاص ما قدر من الاحوال اللي صارت والامور اللي صارت بعد 2014 الى التحرير وهكذا. انا هسه لازم اثبت نفسي، يعني باذن الله بعد الفوز لازم اثبت نفسي، لازم اني اشتغل بارض الواقع. احنا ما عندنا شعارات فقط، يعني الحزب شعاره الشراكة، التوازن، التوافق، هذه مو شعار.
لا، هذا لازم احنا نعمل بيه عمل. لازم نخلي لنا بصمه. ما نخلي لنا بصمه بس بالموصل او بكركوك او باي محافظه عندنا بيها نواب تابعين للحزب، لا لا، نخلي لنا بصمه حتى بالبصره، بالحله، بالكوت، جميع المحافظات العراقيه. احنا لازم نخلينا بصمه. اني كشاب اني احث انه الجميع كمحافظه نينوى وجميع المحافظات العراقيه ان يذهبوا الى الانتخابات يختارون. اتصور حضرتك، عفوا المقاطعه، اتصور حضرتك الاكثر شبابا بين والله المرشحين. تقريبا يعني اصغر المرشحين عن نينوى، يعني اكون من المتقارب من عمري. أوكي. انا عمري 30 عام. زين، اذا انتخبوك يعني كمرشح، راح تشتغل بس للكرد، او راح تصير مرشح نائب، راح تصير نائب تشتغل لكل العراقيين؟ التوصيات اللي جتنا من فخامه الرئيس مسعود برزاني انه احنا لازم ما نشتغل للحزب فقط او للقوميه فقط. والدليل على ذلك ان فخامه الرئيس قال مباشره في احدى القنوات مباشره، عبر عن سعادته لانتماء القوميات العربيه والتركمانيه للحزب. انا كعربي انا كلي فخر ان انتميت لهذا الحزب العريق. احنا كل شغلنا راح يكون جميع ابناء العراق دون تفرقه. لا نقول هذا كردي، هذا عربي، هذا سني، هذا شيعي، هذا شبكي، هذا لا لا لا. سيكون عملنا جميع العراقيين. اي شخص موجود مظلوم باي محافظه عراقيه باي مدينه عراقيه باذن الله بعد الفوز راح تلاقيني انا واقف فوق راسه واشتغل له. انا اريد امثل الشباب العراقي بصوره صحيحه. احنا اليوم لازم الشباب ياخذ تجربته. انت شاب وتفهم عقلية الشباب تمام. واحتياجات الشباب. جيد، تمام. زين، احنا عندنا مجموعة من الضيوف الحاضرين هسه بالبرنامج، واكيد عندهم اسئلة. نرحب بهم ونتشرف بهم، اهلا وسهلا بهم جميعا. نحب اللي عنده سؤال فيقدر يتفضل. اول شيء نرحب بالمرشح الاستاذ عمر. واحنا هو ذكر يعني شغله انه قال انه من حق كل العراقيين انه يحق لهم التعليم. احنا كنازحين في اربيل تواجهنا مشكله كبيره، مشكله المدارس اللي تابعه للممثليه او لقسم تربيه اربيل، ومع انه هو مرشح على نينوى والقسم مالتنا تابع لنينوى، احنا نواجه كل سنه انه هاي الاطفال وهاي الناس تهدد باغلاق القسم بشكل مزايدات سياسيه، ونغلق القسم ونبقي القسم، والاطفال اعدادهم كلش كبيره، والمدارس لا يعد ولا يحصى. فنريد انه هو عنده فكره عن هاي المشكله اللي تواجه النازحين بالاقليم اللي هي تابعه لتربيه نينوى. انا مطلع هذا الامر، عندي معلومات يعني ابسط شيء العام حتى صارت مظاهرات يعني هنا من النازحين من الاكراد او العرب او الشبك اللي قاعدين محافظه اربيل. تعرف اللي بعد 2014 جاء سكن باربيل اسس له حياه خاصه، يعني بدا من جديد، بدا من الصفر، اسس له. فاذا يرجع للمدينه داخل الموصل لازم يرجع ياسس نفسه من الصفر. هذا صار عنده بيت، صار عنده شغل هنا. فشنو المانع اللي انت اذا تبقى مدرسه هنا تابعه لهم، تابعه للحكومه المركزيه؟ شنو المانع اللي يضر؟ بالعكس انا احس انه كثره المدارس المركزيه هنا يجوز اكو من اهالي اربيل يريد انه احد ابنائه يدرس دراسه عربيه واحد ابنائه خليه يدرس دراسه كرديه. وبالعكس يجوز اكو بالعكس من اهالي الموصل يخلي احد ابنائه يدرس دراسه عربيه والاخر يدرس دراسه كرديه. بالعكس انا افضل ان تبقى هذه المدارس، وان شاء الله سنعمل على ذلك انه المدارس تبقى، الممثليه تبقى ان شاء الله. بس احنا لازم هناك قوانين، اذا اكو قوانين صارمه بهذا الامر احنا تخرج الاراده عن يعني من عندنا. بس احنا نحاول ان شاء الله ونتكلم ونحكي بهذا الموضوع، وما راح نخلي قصره ان شاء الله. ان شاء الله. منو بعد؟ تفضل. اول شيء انتم بيتوا بالشباب، تركتوا الشياب، بس الشياب يسالون سؤال. احنا بايام النزوح فكنا قوميتين، قوميه عربيه والمقابلين القوميه الكرديه، وكان هناك خلافات، ولكن بمساندة وبرعاية الرئيس وقتها والأخ العزيز مسعود البرزاني كل هذا الأمور ذلل هذا الأمور، واستطاع أنه يدمج العرب ويا الأكراد أخوة. فهل تستطيعون أنتم العرب تدمجون ويا الأكراد كأخوة ونفس ماكو أي تمييز وتكون إيد وحدة؟
سؤال جميل، سؤال جميل. يعني السؤال الخال هنا يقول انه الاكراد فخامه الرئيس، وفعلا فخامه الرئيس بعد 2003 انضعفوا، بعد 2014 احتضن النازحين من اهالي انبار وصلاح الدين والموصل كافه قومياتهم. يعني هذا الشيء سيذكره التاريخ حتى قيام الساعه طبعا. يعني هذا الشيء لا ينسى، انه فخامه الرئيس احتضن كافه النازحين. مشكورا لذلك. انا عربي القوميه ولكن والدتي كرديه. انا اقول احنا من كنا صغار، يعني مثلا بالمدرسه كنا اخواننا المسيحيين كانوا مثلا موجودين، عرب كرد سني شيعي، ما كان نعرف هذا كردي هذا سني هذا شيعي. هذه التسميات ما كان اكو، هذه التسميات ما كان اكو. أنا كنت أدرس بداخل الموصل، خلصت ابتدائيات داخل الموصل المتوسطة. في إحدى الأمور في المناطق اللي الموصل اللي أنا سكنت فيها، أسأل عن شخص صديقي يعني أيام طفولة، شخص وينه؟ والله طلع نزح. وين شنو نزح؟ ما أعرف شنو كلمة نزح. أحكي لك بال 2006 7 بعد أنا يوم نزحت رجعت للقرية طبعا منطقة الكلك. نزح، شنو كلمة نزح؟ ما نعرف شنو كلمة نزح. لا هذا طلع شبكي شيعي. شنو شبكي شنو شيعي؟ ما اعرف اني، ما اعرف شنو عربي سني، ما اعرف شنو، ما اعرف شنو القوميه، يعني شنو هي قوميه، شنو هي الديانه. زرعوه بالمجتمع. خلينا نشوف منو بعد عنده سؤال. تفضل استاذ عمر. كنازحين عندما سووا لهم العوده ورجعوا، الوزيره اطلقت لهم 4 ملايين. اللي رجعوا لحد الآن ما حد استلم، يعني بس مجرد شالوهم من الأقليم وذبوهم على مناطقهم وقسم منهم حتى ما راحوا لمناطقهم. يعني أنت يعني إذا اللهم ربي إن شاء الله تصل، يعني شنو موقفك لهذا العالم اللي مهجرة وأنت عانيت من النزوح وشفت هاي الأمور كليتها؟ فعاد يعني لحد الآن هم ما انطوهم 4 ملايين، وأكو ناس رجعت للأقليم. هذا سؤال يعني صراحة في الصميم، وشيء محزن جدا. يعني الدولة تكفلت، الحكومة تكفلت بإعطاء 4 ملايين، مبلغ معين، هذا مبلغ زهيد. يعني أكو ناس خسرت ملايين جراء عمليات تحرير أو بسبب على أعمال إرهابية اللي داعش سواها. فإذا أنت ما تنطي حق، إذا كوزيرة الهجرة لازم البرلمان، أعضاء البرلمان الحاليين هم اللي يوجهون ليش سبب التأخير. يعني إذا بخير بقوة، يعني بإذن الله إذا صعدنا وكسبنا مقعد إن شاء الله بجهود الطيبين وجهود الخيرين، والله أي نقطة أي مفصل يمس حياة المواطن سأتكلم عنه. أي نقطة، أي شيء، أي فقرة، أي موضوع يخص المواطن يقدم أكبر خدمة للمواطن أنا راح أتكلم عنه. والبرلمان هو برلمان تشريعي رقابي اعتبارا، فاحنا راح نشتغل كما وصلنا فخامة الرئيس لجميع الفئات لجميع المواضيع حتى نحقق العدالة لهذا البلد إن شاء الله. منو بعد؟ تفضل. احنا كنازحين اقليم كردستان وكذوي الاحتياجات الخاصة في المخيمات صار لنا 11 سنة، فاحنا نتمنى انه الله يوفق الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الانتخابات، وان شاء الله تصلون، ونتمنى يكون لكم دور في مساعدة النازحين بهذا الحكومة الجديدة إن شاء الله. وعندنا مسألة ثانية الشيخ، عندنا مسألة الإقامات. هذا موضوع يعني مهم وجيد، لأن اللي ساكن بالمخيمات عبارة ساكن داخل الإقليم، يعني كم مخيمات اللي موجودة بالخازن، المخيمات اللي موجودة بحر كبدي بقى. تطرقنا في هذا الموضوع أكثر مع شخصية، فنتمنى أنه من خلال قناتكم الموقرة يعني يشوفون هذا الحل. يعني هذا الحل بيد إدارة السايش العامة. وهاي المخيمات ليس يعني من المنظمات الدولية من انسحبت، فلازم كان فوق كل هذا المشاكل اللي صار بالميزانية والموضوع الرواتب، فكان لازم حكومة إقليم كردستان يصرف على هذه المخيمات كمان. وأنا يعني أكو حل آخر، إذا صار لهم إقامات سنوية وقام يخرج من المخيم للعمل، الحكومة ما راح تضطر تصرف عليه، هو راح يصرف على نفسه. فأنا أفضل إنه يعني إذا يقدر، يعني إذا أكو أمل إنه يسوون لهم إقامات سنوية
حتى يقدر يطلع يشتغل، حتى يكسب قوت يومه. فهذا راح تخليه انت يعتمد على، بالعكس راح تخليه يعتمد على نفسه، حتى ما يظل انه اني محتاج تعال تجيب لي. اذا اعتمد على نفسه صار عنده اكتفاء له خاص، فانت اعتبارا انجزت انجاز عظيم. بس اولا واخرا يعني هذول يعني يحبون ويريدون يرجعون لزيدهم، ومثلا مو صحيح؟ اي نعم. منو بعد عنده سؤال باختصار لانه الوقت يداهمنا. السلام عليكم. احنا بالمخيم من 2016 و17 واكو من 2014. المخيم ما بي اي مركز صحي تابع للدولة العراقية. منظمات كانت موجودة بالبداية، حاليا ماكو اي مركز صحي، اي عيادة. يعني اللي عنده يحتاج باراستول يطلع للخارج لازم، اللي يصير عنده مريض بنص الليل لازم يطلع للخارج. ف شنو الحل اللي راح تسوونه ان شاء الله اذا فزتم؟ والسؤال الثاني، شنو مصير النازحين بالمخيمات بعد الانتخابات؟ السؤال الاول بخصوص الصحه، والله هي دستوريا وقانونيا الصحه مكلفه انه توفر الصحه لجميع العراقيين في جميع انحاء العراق. هذا واجب على الحكومه العراقيه، واجب ملزم عليهم. يعني هذا بند رئيسي، توفير الصحة، توفير بيئة ملائمة للسكن، هذا واجب رئيسي على الحكومة العراقية لازم توفره. أما في خصوص النازحين، هذا لازم يكون عند لازم يكون اتصال مع وزارة الهجرة، لأن وزارة الهجرة اللي ماسكة المخيمات. يعني هناك مخيمات بالخازر، يعني أنا شخصيا ذهبت إليها. هناك يعني بالصيف شهر تموز، ليش الحكومة هاملتهم؟ يعني هناك مولدات ما كانت تشتغل، صلحناها كملناها لهم. والله ليست يعني ما كان دعاية انتخابي، اصلا انا ما كنت مرشح في ذاك الوقت، بس سوينا شيء لله. يعني ليش الحكومة يعني هالاهمال هذا؟ ناس مواطنين عراقيين يمثلون يعني يمثلون العراق، يعني مواطن عراقي اذا ساكن مخيم واذا ساكن منطقة، اذا ساكن انت لازم توفر له كل سبل العيش. صحيح صحيح. استاذ عمر، يعني احنا الكرد مشكلتهم ويا الحكومة الفيدرالية، يعني هاي السنين المتتالية هو موضوع الميزانية والمعاشات. يعني إذا تشوف أنت حضرتك بعينك تشوف أربيل وجميع محافظات إقليم كردستان بهاي الميزانية اللي مثلا بده يشوفوه كصدقة، يعني 5% ميزانية الهائلة اللي عنده ميزانيات انفجارية، يعني ميزانية وأموال هائلة يعطونا كصدقة مثلا 5%. ودا تشوف هاي الإعمار مثلا آخر شيء مشروع عروناك، إذا تشوف كهرباء 24 ساعة مدينة ورا مدينة بإقليم كردستان. أستاذ سوران، أنا برنامج ليش ما يقدرون يسووا ببغداد، بكربلاء، بنجف، يعني ببصرة؟ ليش بصرة ليه ساعتهم مي الشرب اللي دي يشربوه مالح؟ يعني تمام. أنا دا أسأل ليش؟ أستاذ العزيز، أنا برنامج انتخابي صرحت به أكثر من مكان، على مواقع التواصل الاجتماعي، في قنوات أخرى. أنا أريد أنقل تجربة إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية الأخرى، من ناحية الاستثمار، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء. هذه تجربة ناجحة، لأن احنا عم نشوفها قدام عيننا ناجحة. يعني أبسط مثال، سنغافورة بلد فقير بلا موارد، فقط قاموا بفتح باب الاستثمار، أصبحت من أغلى الدول المتقدمة. صح. الاستثمار، جلب مستثمرين أجانب أو محليين، ودعم القطاع الخاص سيخلق فرص عمل كبيرة، ما راح نعتمد على القطاع الحكومي كله. والدليل على ذلك رؤى الحزبية لإقليم كردستان تعمل على ذلك، حتى دائما تنظر لبعيد. احنا بالعربي نقول انظر لبعيد، لا تضحك، لا تشوف انه ها بس مال باكر او معيشتي، لا، انا انظر لبعيد، انا ياخذ خطوة لقدام. فنتمنى انه هذه التجربة تنقل الى المحافظات الاخرى. عمر يحيى الحياني، شكرا جزيلا لك. آخر جملة تقوله لناسك الذين تريدهم
ينتخبوك ويعطوك الصوت، شو تقول لهم؟ لتضمن حاضر لك ومستقبل أطفالك والأجيال القادمة، اختار من يمثلك صح. اختار قائمة 275 تسلسل 9، لأنك جزء من المعادلة لازم تختار الصح. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا، وإلى حلقة مقبلة نستودعكم الله، وإلى اللقاء.